لحظة بس يبين معي على الشاشة. عبد الرزاق في السويد، تفضل يا أخي عبد الرزاق. تحية للأخ الهاشمي وضيوفه الكرام. الله يحييك يا عبد الرزاق. الأخ عباس الجنابي سلام حار، سلام عراقي أصيل لك. الله يسلمك. وردت أكد على كلامك على أن الشهادتين مو كافية بالإسلام الإيراني، وإنما البراءة من أعداء أهل البيت هو اللي يثبت الإسلام، والبراءة من أعداء أهل البيت يعني البراءة من عمر وأبو بكر وعثمان والسيدة عائشة. ليس هناك من يعادي أهل البيت إلا هؤلاء، ومن يدين بدين هؤلاء، وثق بالله الكريم. هي هذه الحقيقة. أنت تعرف إيران، أنت زرت إيران عشان تتكلم هالكلام هذا؟ نعم، أنا حرس ثوري إيراني 13 سنة، ثق بالله الكريم. خليه يسمع. حرس ثورة إيراني 13 سنة. أنا بإيران بس حرس ثورة، أنا عايش 20 سنة بإيران، وحرس ثوري إيراني 13 سنة. ووقعت، هسه أنا أذكر الأخ عباس الجنابي بعض البنود اللي وقعت عليها حتى أتطوع للحرس الثوري الإيراني. البند الأول اللي أنا وقعت عليه، المفروض أن أخدم في هذا الحرس الثوري حتى ظهور صاحب العصر والزمان، ثق بالله الكريم. وعلى أن أؤمن أن أول ما يحرر هو العراق ويعاد إلى إيران أم الإسلام، ومن ثم نحرر الحرمين الشريفين من دنس السعوديين، وبعدها ندفع بأن تكون كل المعمورة تحت سيطرة ولاية الفقيه المتمثلة بالسيد الإمام الخميني آنذاك. هذا في بنود يعني بسيطة، البنود طويلة جدا يعني، لأن إذا تطوع سنة أو سنتين ما راح يقبلونه في هذا الجهاز. طب أنت خليه يكمل. لو واحد ما يعجبكم الكلام. أيوة. الأخ عباس جنب أنا حاضر أي سؤال يسألني يعني. شي يريد يسميني خليه يسميني خائن، شي يريد يقول لي عفت بلدك، نعم خنت، ونعم عفت بلدي، نعم تفاعلت ويا الثورة الإيرانية، أنا عبالي ثورة إسلامية، نعم تركتها من تفهمت هي عندها أطماع عند العرب، نعم تفهمت تأخذ الإسلام من أجل دمار الإسلام، بما أنها ترى أن سيدنا عمر هو الذي دمر الإمبراطورية الفارسية باسم الإسلام، فعمدوا على أن يجدوا فقه معين لضرب الإسلام بالإسلام، فأخذوا شعار أنهم ضد إسرائيل وأنهم ضد أمريكا، وإلا شنو اللي يعني من بعثوا على قياداتنا اللي هو أبو حسن العامري وأبو محمد الكرخي وأبو معاذ. بلاش الأسماء، ما أحب الأسماء، الله يخليك. عفوا ما راح أذكر أسماء. المهم من أخذونا في مؤتمر لندن، وهناك الكل وقعوا على أن يقبلون الاحتلال الأمريكي بالعراق. اللي أريد أقول للأخ الدكتورين اللي بجانب الدكتور عزت والدكتور بدي. نعم، الدكتور عزت والدكتور بدي نتشرف بهم. أيوة. ثقوا بالله الكريم يا أخوان، عدونا الأول إيران. ليش؟ مو حقد، أنا عايش 20 سنة وخادم 13 في الحرس الثوري. في معركة حلبجة أنا مشارك في معركة حلبجة عندما احتلوها الإيرانيين، وأنا في التلة الأولى اللي تطل على مدينة حلبجة، ومعي بعض القيادات العراقية الموجودة الآن بالبرلمان وبالحكومة العراقية، الأخ الهاشمي ما يوافق نذكر أساميهم. وبعد ما صار النهب والسلب في مدينة حلبجة، بعد ما جبنا بالجيش الفارسي ودخلنا به إلى منطقة حلبجة احنا والحزب التابع للرئيس الجمهورية العراقية، شفت بعض الجنود الإيرانيين يسرقون ويسلبون بعض القضايا الممتلكات الشخصية للأكراد في مدينة حلبجة. فأنا أجيد الفارسية بشكل جيد جدا، قلت له أنت ليش تسرق؟ احنا مو جيش الإمام المهدي واحنا أمة إسلامية. قال لي اترك، هذول هم اللي دمروا امبراطورياتنا، فاحنا حلال علينا الغنيمة، هذه غنيمة، هذه مو سرقة. واحنا كقوات عندما كنا نهجم في الهجمات نهجم على ايران وناخذ السيارات وناخذ الدبابات، نعتبرها غنيمة وتسجل غنيمة نعطيها للإيرانيين، واللي نستفاد من عندنا نستفاد من عندنا في قوات بدر بالضبط ونسميه غنيمة. وإلى يومنا هذا أنا عندي علاقاتي ما زالت قوية مع إخواني من قوات بدر وليس قيادات بدر، لأن أعرف أنه كثير من قوات بدر ليش انزجوا بهذا الوضع. إلى الآن احنا عندنا العراق غنيمة، كل ما ناخذ به هو غنيمة. تجينا تعليمات على ضرب الحسينيات، إذا اعترضنا على ضرب الحسينيات يقولوا لأن مصلحة الإسلام تتطلب اليوم نفجر الحسينيات. ثق بالله الكريم يا أخي، هذا الكلام أقوله مو كلام تلفزيون لا حكي جرايد، ثق بالله هذا يعني كلام موثوق. وفي منطقة تنقى كنش، في منطقة كرمانشاه تنقى كنش، من هناك تخرج المتفجرات وتروح للعراق.
من منطقة سنقر قليائي التابعة لكرمانشاه مقر لواء حمزة سيد الشهداء، منك توصل عبر رابطين وما يقبل الأخ الهاشمي أذكر أسامي هاي الرابطين اللي تذكر للعراق. وهناك اغتيالات هي من ناس في بدر يعملون، تقول له ليش أقتل هذول؟ يقول لك هذا اليوم ويانا وباكر ضدنا، قتله مصلحة الإسلام تتطلب. المشكلة انه الاخ الهاشمي ما يسمح لي انه اتكلم يعني بالاسماء وبالادله. سؤال من الدكتور عزت. الدكتور عزت عنده لك سؤال. تفضل. الدكتور عزت من مصر عنده لك سؤال. انا بسألك يا سيدي الفاضل، طب انت ليه تطوعت في الحرس الثوري الايراني؟ انا اسير حرب، شاركت في الحرب العراقية الايرانية وتأثرت، وكن الشعب وردنا في الطريقة نطلع منها من الأسر. اتطوعنا 10,000 نفر من عندنا، هربنا باللحظات الأخيرة اللي شفناهم بعد ما إن صارت يعني إيدهم قوية ويا أمريكا ويبدأ الهجوم على العراق. أنا هربت وجيت للسويد. يعني أنت وقعت على الوثيقة دي علشان تهرب من الأسر؟ هذه الحقيقة، يعني هذه الحقيقة، بس أنا شاركت المعارك وياهم، شاركتها. يعني شاركت في المعارك وقتلت إخوتك العراقيين برضه؟ شاركت ورميت، سميني ما تشاء. أنا اللي قدام قلت لك أنا خائن. في جيش التوابين، جيش مشهور. في كثير إيرانيين جندوا، يعني عملوا جيش كامل. إذا كان الكلام اللي أنت بتقوله ده صحيح، يا خلاص ما نقدرش إن احنا نوافق معاك طبعا، يعني نتفق معاك على كل شيء، لان احنا طبعا لا احنا ما عندناش هزيمه. بس اكو شيء مهم اذا سمحت لي، اكو شيء يعني اذا سمحت لي اقوله. احنا الزمنا، هذا ربك. احنا ما بنعملش تحقيق، انما احنا ناس عايزين نعرف الحقائق بس. اسالوا صحيح، ما في مانع يسال هذا الكلام. يا استاذ عبد الرزاق، نعم. اسمح لي، انا عندي سؤال. تفضل. لو افترضنا يا أستاذ عبد الرزاق أن ليس فقط أنا ما قلته صحيح، أنا لا أريد أبدا أن أضع أي علامة استفهام حول ما قلته، نعم. ولكن لو افترضنا أن ما قلته يمكن تعميمه، ويمكن أن يقال الإيرانيين لديهم بشكل عام، ليس فقط هذه حالات فردية، ولكن لديهم بشكل عام نوايا سيئة، ما هو الحل؟ الحل الدولة، الحرس الثوري الدولة يعني. طيب نفترض أن هذا النظام، أنت هل بالنسبة لك هذا ينطبق على كل الأنظمة الإيرانية منذ الأزل إلى الأبد أو منذ الأبد إلى الأزل، أم أن هذه حالة خاصة بهذا النظام الحالي؟ طيب هاي عقيدة دين أخي العزيز، أخي الدكتور، هاي عقيدة دين. هذا مو أنت تقدر تتفاهم ويا أي حزب ما يتبنى الدين مبدأ، تتفاهم وياه وفق المصالح، لكن هذا دين. يقول هذا دين من يؤمن به؟ كل الإيرانيين يؤمنون بهذا الدين أم النظام الحالي فقط؟ كمل يا عبد الرزاق. هو كافر، هذا ما تقدر تتفاهم وياه. واللي يقول لك انه العراق 3000 سنة كان عندي انا محتلة، واجى عمر بن الخطاب واخذ من عندي. اللي يقول لك انت اقتل ودمر ومصلحة الاسلام تتطلب، هذا انت ما تقدر تتفاهم وياه. هذا عقيدة دين. هذول يحسون انه أنا اسمح لي أستاذ عبد الرزاق فقط، انا احب ان اعرف بالنسبة لك هذا الدين دين النظام الايراني الحالي ام دين كل الايرانيين؟ هذا مو كل الايرانيين، هذا الدين الفارسي. انا اقول لك بشكل صحيح، يعني عندنا امة عربية ثق بالله عروبتها اكثر من عروبة الدول العربية، وهي الاحواز العربية. هناك اتراك ثق بالله ما عندهم هذا النفس، هناك أكراد ثق بالله ما عندهم هذا النفس، الشعوب الإيرانية ما عندها هذا النفس إلا الشعب الفارسي. لا، عنده عداء غريب وعجيب للأمة العربية، وخصوصا أولهم عمر، وثانيهم أبو بكر، وثالثهم عثمان، ورابعهم عائشة. هم بيعملوا العداوة ديت عشان في سبيل الإسلام، يعني هم بيقصدوا الإسلام؟ لا، أنا ما أقدر أتهم أقول لك يقصد الإسلام، ولكن يقصد من يدين بدين محمد اللي يقبل عائشة. طيب أوكي. بدين محمد عبد الرزاق، مهم تسألوا ما هو الحل؟ ما هو هذا كلام ناخذ المعطيات وبعدين نفكر في الحل. هذا كلام دقيق سمعناه أنا وأنت يا دكتور عباس. يا دكتور عباس من رجال دين يعتبرون. يا دكتور بصراحة قبل ما يدخل عبد الرزاق في الحرس الثوري، يكفي أن الأخ بدي بعد ما يطلع من هنا بس يطلب نسخة من ذا رود تو مكة وبالعربي مترجم، يعني ما هي القصة دي قديمة معروفة. هو وقع إعادة تأويل الدين. أنا سألت بعض العرب هناك، أنتوا ليش يعني ممنوع عليكم أسماء عمر وأسماء كذا؟ قال لك هذا في موقف قومي، يعني بالنسبة للفرس موقف قومي من هذه الأسماء ممنوع. في العراق دلوقتي أصبح أسماء يعني معينة، إذا كانت أصبح ناس يغيروا أسمائهم.